الطرف التاني فعلا بيحبك ولا انت متوهم؟ مهم جدا نفهم ان علم النفس عرف الحب على انه عاطفة طبيعية فطرية اساسية طورها الانسان على امتداد ملايين السنين. طبعا بتنتج بسبب ايه؟ افرازات كيميائية في مناطق معينة في الدماغ بتأثر على الجوارح وتغير سلوك هذا الشخص تجاه الطرف الآخر. العاطفة بتبدأ بالانجذاب، ثم الألفة، ثم التعلق، وأخيرا الحب. بحسب علم النفس الشخص اللي بيحبك لازم تكون مرتبط معاه بكيمياء. الكيمياء دي بتظهر أثرها على علامات معينة احنا هنقولها النهاردة، 6 علامات من خلالها هتقدر تفهم مشاعر الطرف الآخر، هل هو حب ولا مجرد وهم. بس قبل ما ابدأ اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشاركوه مع اصدقائكم، لان هو ده الدعم اللي بتقدموه للقناة. وركزوا معايا واحدة واحدة. العلامة الأولى المسافة الجسدية بينك وبينه. العلماء قالوا ايه؟ علماء علم النفس طبعا قالوا ان كل انسان ليه مسافة او حيز شخصي ما بيسمحش لاي فرد ان هو يتجاوزه، الا في حالة واحدة، لو كان هذا الشخص يحب بيسمح له ان هو يتجاوز هذه المسافة الشخصية، خصوصا اثناء الحديث. يعني عادة الانسان بيكون ليه مسافة معينة ما بيسمحش لحد انه يقرب منه، لكن الشخص اللي بيحبك هتلاقيه بيتجاوز هذه المسافة، سواء وهو بيوجه لك الحديث او يسيبك تتجاوز هذه المسافة وانت بتوجه له الكلام. كمان الشخص اللي بيحبك هيحاول وانتوا واقفين بتتكلموا يقف في مسافة موازية ليك بحيث تفضل شايفه حتى لو هو مش بيتكلم معاك. تمام؟ نتكلم عن العلامة التانية. العلامة التانية الاهتمام المفرط والتجاهل المفرط. ازاي يعني؟ لما تلاقي ان الاهتمام والتجاهل جايين بشكل متزامن، يعني اللي هو انت ما بتفهمش فيه ايه، ده بيعتبر من اقوى علامات الحب. ازاي يعني؟ الشخص اللي بيحبك هيسعى انه يهتم بيك كتير وبشكل تلقائي وبدون شعور، وبعدين تلاقيه ارتد بسرعه لما يلاقي نفسه فضح نفسه كده وبان عليه قوي بان هو يتجاهلك بشكل مفرط، اللي هو انت تبقى مش فاهم ايه حالته دي.